اهو 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 مستر محمود، مستر محمود ملك السياحه. مستر بلوجر. حضرتك محمود ده يا جماعه من اعز الناس اللي انا بحبها في حياتي. اول مره ادخل فندق الاقي طابور على التشيك ان، لا ده موضوع. خلي بالكم يا جماعه الراجل ده طلع بيتكلم عربي وانا اتصدمت مع ان هو شكله ايطالي. موفق ان شاء الله. ايه اخبارك؟ ايه انت منين؟ من فلسطين. تحيا فلسطين. ده صندوق اللاشيء. اجواء فيينا والليالي الساحره. ما شاء الله. شباب الراجل ده مستلمني يا جدعان، عمال يتريق عليا بالاسباني والانجليزي ومقضيها معايا. شباب الطلبه هنا بيروحوا بالمترو، احنا عندنا لازم باص. لا انت اصلا منين يعني؟ من الاردن ما شاء الله. انت تعرف ان انا بدخل الاردن بالبطاقه عندي من غير الجواز اصلا؟ يا عمر ما فيش الكلام ده في بودابست يا عمر، سامحني. فيينا اقوى بكتير من بودابست، انت متخيل؟ بص الناس، بص الاجواء يا معلم. سهله سهله، كل حاجه سهله هنا، خلي بالك مفيش حاجه صعبه. اوروبا جميله جدا وسهله وكل حاجه مترتبه بالارقام بالمواعيد. حتى الباص كاتب لك بعد قد ايه هينطلق وبعد قد ايه اللي هيجي اللي بعديه، نفس اللاين. الناس هنا يا جماعه منظمه جدا في اوروبا يعني. ده المفروض ان هو رقم 13 يعني. بصوا انا خرجت من المحطه، محطة الباصات على طول، مفيش يعني سهولة جدا. أماكن تستريح فيها، قعدات، كل حاجة بجد ممتازة جدا. حتى العجل عاملين له باركنج يا جماعة. يعني العجل عاملين له باركنج، يعني الناس مهتمية بكل حاجة. جميلة فيينا جميلة، وحاسس إنها حيوية شوية عن بودابست بصراحة. فيها روح شوية عن بودابست، المحطات كبيرة، الاجواء مختلفه، في ناس، في زحمه كتير. بودابست حسيت انها فاضيه قوي بصراحه. بعد ما طلعت نزلت تاني لان هو قال لي ان اسهل طريقه ليك انك انت تركب المترو، والمفروض ان هو اس 2 او سابوي 2. طبعا يا جماعه هنا اصلا في كل انواع المواصلات، انت عندك مترو وعندك ترام وعندك باص وعندك قطر، وكل انواع المواصلات في نفس المحطه. يعني بجد محطه ممتازه جدا وحيويه جدا بصراحه المحطه ديت. يعني انت المفروض ان انا طلعت ونزلت تاني وهخش على المترو. تحفه. 3 محطات بالظبط المحطه اللي انا عايزها. دوت المفروض ان هو سابوي 2. اوكي، يبقى احنا كده خلصنا وهنركب المترو. بدل ما هنركب باص بقى فوق، لا هنركب مترو. ده مترو الانفاق في فيينا. خلي بالك المترو هنا بيركبوا فيه سكوتر يا جماعه. كده احنا ركبنا مترو الانفاق، 3 محطات بالظبط وهننزل المحطه بتاعتنا. خلي بالك الطلبه هنا بيروحوا بالمترو، احنا عندنا لازم باص. لا هم بيروحوا بالمترو. بصراحة مترو أنفاق محترم وقوي جدا. حسيت إن هو قطر مش مترو، فعلا قطر جميل جدا. المترو يا جماعة ده المفروض مترو، المفروض دي من المحطات اللي بينزلوا منها. عاملين شاشات وكمان في كراسي وقعدات أكبر. تحفة ممتازة بصراحة. المترو وصل بسرعة بس العيال دي أزعجتني جدا. العيال عاملة دوشة جامد قوي. افتح. تمام، اكزيت خلاص. فاضل لي على الفندق بالظبط 120 متر. ممتاز ممتاز جدا. مترو رايق والله. انا حسيت ان هو قطر يعني، ما حسيتش ان هو مترو خالص. يعني هو اصلا في ناس بتقول عليه قطر وفي ناس بتقول عليه مترو، يعني انا مش فاهم، بس هو مترو طبعا. بصراحة يا جماعة يعني حق ربنا يتقال، يعني فيينا أنظف من بودابست. يعني بجد والله أنظف وأكبر، ومحطات شاسعة، محطات كبيرة، ناس، في جمهور كتير جدا، سياح على طلبة على كل حاجة كل حاجة. بصراحة يا جماعة أنا دلوقتي خلاص
انا اقتنعت 100% لان انا عملت شيفت في نفس اليوم، عملت شيفت 3 ساعات بالظبط، خرجت من بودابست بقيت في فيينا. فالثلاث ساعات دول حسيت بفرق كبير جدا. اكيد انتوا لاحظتوا الفرق اللي انا لاحظته برضو، يعني من الهدوء والشوارع القديمه شويه في بودابست والناس القليلين وكبار السن، لحياه بقى وناس تحفه. انا ما كنتش متوقع ان انا هلاحظ الفرق الكبير قوي دوت ما بين بودابست وفيينا بصراحه. لا فرق حتى في الناس اصلا اكتر يعني. المفروض ان احنا كده وصلنا هيلتون بارك. طبعا المفروض ان احنا ناس هتستقبلنا، وبعد ما نستقبلنا هنعمل تشيك ان، وبعد ما نعمل تشيك ان المفروض ان في بروجرام تاني او هننطلق تاني الساعه 4. الساعه دلوقتي 3، يعني احنا قدامنا ساعه. المفروض ان احنا نتعرف على الناس ونعمل تشيك ان، وبعد كده ننطلق على التريب بتاعنا. الدوشه الجامده دي واو، انا حاسس ان انا دخلت كافيه مش فندق. زحمه جامد يا جدعان. بص الناس واقفه طابور على التشيك ان. واو انا والله اول مره ادخل فندق الاقي طابور على التشيك ان. لا ده موضوع، ده حوار يعني ما شفتوش قبل كده. تشيك ان هيلتون طابور، واو. ده بس هو كانطباع فندق حلو جدا في منطقه حيويه جدا، في هيصه قوي، ناس كتير. خباك الناس دي محمود باولو اهو مستر محمود ملك السياحه. مستر برودر. خباك محمود ده يا جماعه من اعز الناس اللي انا بحبها في حياتي. يا باشا انا على طول انا لازم المترو عليك. انتروديوس فيرست يا معلم. عامل ايه؟ الحمد لله على الاخبار؟ سلامتك. السلام عليكم. اهلا بيك. This our blogger guys. We have an influencer. Nice to meet you. التيم هنا انطونيو، التيم هنا يا جماعه بتوع هيلتون ما شاء الله. اصلا انا اول مره في حياتي اشوف فندق فيه طابور في اللوبي، يعني الناس تعمل تشيك ان بطابور. ما شاء الله. شور. Antonio is our model as well. We use him sometimes for modeling Correct. for Hilton. Yes. Global sets for Hilton. Nice to meet you. Nice to meet you. We are doing both the دول يا جماعه الناس اللي المفروض ان هم عملوا الدعوه ليا، ومفروض ان انا جيت عشان اقيم الفندق. ده محمود باولو، ده ملك السمايل في الكويت ما شاء الله، معرفه اكتر من 15 سنه. اي حد في الكويت في السياحه عارف مستر محمود. وعموما احنا دلوقتي هنعمل تشيك ان، وعلى الساعه 4 هننطلق لاول جوله. But I mean, sometimes we speak with clients or with colleagues, and they say, are you fighters? You know, yes, it was a normal talk with my father, you know. So it was so loud, I say, yeah, because we are excited. هو يا جماعه بيحكي لنا على موضوع فيينا والعادات والتقاليد، والمفروض احنا على الساعه 4 كده هننطلق، هنركب كاريتا كده بالمصري. الراجل الاسكندراني اللي جنبي ده راجل معلم ده جدا هنروق والله، عليه. وهيروق عليا 4 ايام احنا قاعدين مع بعض. Is hosting the Eurovision next year, and now we had an opera singer, and he won. So next year we have. خلي بالكم يا جماعه الراجل ده طلع بيتكلم عربي وانا اتصدمت، مع ان هو شكله ايطالي. أيوة. ما شاء الله عليك. انت منين بقى اصلا يا معلم؟ من دراجون مارس. واو. لا انت اصلا منين يعني؟ من الاردن ما شاء الله. انت تعرف ان انا بدخل الاردن بالبطاقه عندي من غير الجواز اصلا. خلي بالك انتوا بترحبوا بينا جدا. والله العظيم ربنا يخليك يا جماعه. الاردن اجدع ناس، والراجل ده تبع سلسله هيلتون وهيظبطنا باذن الله. امال هتعملي تشيك ان؟ مش هقف في لاين دلوقتي. المفروض ان انا جاي طبعا انفيتيشن، فاكيد انا مش هقف في طابور يعني. احلى تشيك ان ده ولا ايه؟ سوري يعني. خلي بالكم يا جماعه هي هنجريه، فانا اكتشفت انها من المجر، فبقول لها ان فيينا احلى من بودابست، فهي بتقول لي فعلا يعني هي موافقاني بالراي. Did you know that Austria and Hungary used to be an empire? So like we were the Austro-Hungarian Empire. So we have a lot of things kind of Yes. similar, but still. Yeah, sure. But Vienna, it's Yeah. nice. When you going Egypt, you love Egypt? I love Egypt. I will go on the 31 October. Wow. Yes, I go with my mom. Go to Cairo, Luxor, Aswan. Wow, yeah. it's nice. Yes, it's beautiful. You make plan visit more? Yeah. Inshallah. Since I was young,
5-7 years. I really fan for Egypt, the culture, the civilization. Wow. What's your nationality? Colombian. Colombian. Wow. It's good country. Soon come in Colombia. So Inshallah. welcome to Hilton Mina Park. Thank you so much. You have a beautiful room in the 13th floor, M2 Executive Lounge, Internet, Hilton Honors, promotion. اوكي ثانك يو سو ماتش يا جماعه، بجد من احسن الاستقبالات، راجل بجد سمايل جامد جدا، واحلى الفنادق اللي دخلتها من الاستقبال فعلا يعني. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. شكرا. I'm gonna be with you. موفق. موفق ان شاء الله. ايه اخبارك؟ ايه انت منين؟ من فلسطين. تحيا فلسطين. عامله ايه؟ كله تمام؟ ايه اخبار فيينا معاكي؟ الاوتيل انا تاني مرة. تاني مرة. أنا بصراحة أول مرة أجي، بس اتصدمت إن في لاين على التشيك إن، واتصدمت من الزحمة. جيت وقت كريسماس ماركت، السميل كان كريسماس كتير، أيوة. والاجواء كتير حلوه. Nice to meet you. واو ما شاء الله، الفندق منفذ على بعضه في كل حتة يا جماعة. فندق كبير، اللوبي واو، ده في حتى ماشين هنا تحفة. فندق كبير جدا، لسه هنكتشف وهنكتشف. احنا يا باشا جايين نكتشف. احلى حاجة في الدنيا دي يا جماعة انك انت تكتشف، تسافر وتكتشف. ده بالنسبة لي صندوق لا شيء، يعني هو في مخ كل راجل صندوق لا شيء. السفر والاكتشاف والمغامرة ده بالنسبة لي صندوق لا شيء. بص حتى ده صندوق لا شيء. $13.23. اوكي يا سلام، اهي 3.23. اوكي. يا سلام بقى، بيديك بقى الغرفة لوحدك بقى، وتعيش حياتك بقى مع نفسك بقى يا معلم. اوكي اوكي. واو على الإطلالة الرايقة. مشكلة معظم الفنادق أنا بكره كده، إن الشباك ما بيفتحش لآخره. ماشي. تحفة تحفة، إطلالة جميلة جدا. لا وبص البحيرة، تحس إنها غابة مش بارك. كويس إن أنا خدت دور عالي بصراحة. إطلالة تحفة جدا يا جماعة. الفندق بصراحة حلو، هو مش عشان مديني الغرفة ببلاش فأنا بقول لكم حلو. لا هي فعلا الغرفة حلوة تستاهل، واسعة جدا، والإطلالة تحفة. أحلى هيلتون. أنا المفروض كده إن أنا خلصت التشيك إن وخدت الغرفة، هنزل بقى تحت عشان ننطلق. اللوكيشن عجبني جدا، في قلب السنتر حرفيا يا جماعه. انا مشيت من محطه المترو للفندق هنا دقيقه مفيش. احنا ابتدينا بهيلتون بارك، وبعد هيلتون بارك هنروح هيلتون بلازا. تحفه يا جماعه، تحفه تحفه، عجبني جدا. اهو اهو اهو، شفت يا جماعه التيم كلهم مستنيني. يا جماعة الناس هنا بتحبني جدا. عاملين ايه؟ You like the room? Yeah, very nice room, and the view in the park and the river, it's very nice. Happy. Sure يعني thank you so much. Thank you مستر محمود. خلاك الراجل ده حبيبي، وهو يعتبر اللي ظبطني. السلام عليكم. اهلا، ازيك عامل ايه؟ الراجل ده يا جماعة اعرفه اكتر من 10 سنين، وهو فاكر الميتنج اللي كان ما بيني وما بينه. ايه الاخبار حبيبي؟ Indonesia. عامل ايه؟ I have science كله تمام؟ inspection from نورت الدنيا. Japan, and I always like The nose of everything. Yeah, it's like you know the video from Ronaldo say. You know this camera, this my MPT box in my head. When I open this switch on, oh, I going in my box in my head free. Okay. Wallah, I swear, this wallah. very nice. Okay. Sure. And when you are doing sex, for example, you film it also? Or Yes. with You from Italy? No, from Spain. From Spain, I going Barcelona, I am nice. going Mallorca, I am going Mallorca, Ibiza. حبيب قلبي، الراجل ده اسكندراني، احلى كاريتا. ايوه تشرب قهوة؟ تمام. احلى لوج عيد واحلى قهوه، احلى اردن، اقسم بالله. عسل. You can speak Arabic, it's not a problem. I like to understand. You know?
I say shukran. Halal food in the hotel. Wow, halal food in this hotel. Yes. Wow, it's good. Nice. Everything basically is served to service the Arabic customers. Nice. Nice. انا يا جماعه من اكتر الحاجات اللي بحبها الخيل. ما شاء الله كبير جدا. تحفه. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال بتاع فيينا ده؟ ايه الجمال ده؟ ازيك يا معلم؟ عامل ايه يا معلم؟ بقول لك ايه، الاجواء عالميه يا جماعه. الراجل ده هو اللي هيسوق الحصان، هو اللي هيسوق الكاريتا. يلا بينا يا شباب. واو. انا بصراحه اول مره في حياتي هركب كاريتا في فيينا او كاريتا في اوروبا عموما يعني. انت ركبت قبل كده؟ انت اول مره يعني؟ انا معنى الكاريتا اللي هو عربيه وفيها حصانين. €1 per minute. It's okay. Okay. Thank you so much. You Spanish? I'm Egypt. It's easy. I go to Cairo. Sure. ما نوقعش. خلي بالك باب محترم. متوب عليه. متعوب عليه فعلا. Hey, beautiful, huh? Very beautiful bro. Now say hello to the camera. Molly! Like a king. Wow. I love Hungary. Nice. This is a good video. See you later. See you. We will miss you. Yeah. This is a park, Antonio. Yes, that part. That's why they call it. Yeah. Big one or small? Big one. Yeah, they call. Bueno. اجواء عالميه يا جماعه بصراحه. يعني انتوا شفتوا اليوم من اوله، من اول ما صحيت عند عمر لحد ما ركبت القطر لحد ما نزلت وركبت المترو وبعدين مشيت. شفتوا يا جماعه قد ايه هيلتون حلو بامانه والله. طب انتوا شفتوا فندق بيعمل كده مع حد بيشتغل في السياحه عموما؟ تحفه. Yeah, let's see, but not too cold, I think. انا بقى عجبني في الموضوع ده كله ان الحصانه بتقف في الاشاره عادي. يا جماعه اللوك بتاع الراجل اللي سايق الحصان ده لوك رايق جدا، عجبني قوي. لابس الطاقيه مع النضاره مع البالطو، لوك نمساوي بمعنى اصح. خلي بالك احنا العربيه ديت فيها 4 جنسيات مختلفه، اردني، كويتي، اسباني، مصري. يعني ده اتحاد كده عربي على اوروبي، شغل عالي. لا وايه، جو نمساوي مع لوك راجل عسل جدا بيسوق حصان انجليزي اصلا. اجواء يا جماعه عالميه. انا بصراحه والله من موقعي هذا اول مره ابقى معايا كرو عسل كده، اسباني على كويتي على اردني. ومكان تحفه جدا بصراحه، تحفه. النهر اللي ماشي هنا مع البارك، وده تعتبر الفندق اللي احنا فيه، ودي الاطلاله ودوت البارك. شغل عالي يا جماعه بجد، شغل عالي وشغل عالمي. وبعيد عن اي حاجه انا انبسطت، والناس اللي معايا اصلا مديني مساحه ان انا اتكلم، مديني مساحه ان انا اصور. محدش يعني متضايق او بيقفش او يقول لي في ايه او ما تصورش او هتكسف. الناس واخده راحتها معايا، بتتكلم براحتها، انا واخد راحتي. اجواء فيينا والليالي الساحره. ما شاء الله. شباب الراجل ده مستلمني يا جدعان، عمال يتريق عليا بالاسباني والانجليزي ومقضيها معايا. كل شويه يقول لي، يرفع ايديه يقول لي ما شاء الله ما شاء الله، اللي هو انا بشكر في الحاجه يعني. اباولو هلا والله يا زلمه، هلا والله. ده فندق ماندارين. انتوا شفتوا امبارح بودابست وشفتوا النهارده فيينا، وانتوا شفتوا التصوير كله. ايه رايكم؟ يعني بجد، يعني عشان الناس كتير جدا بتسالني تقول لي مين احسن، بودابست ولا فيينا؟ اديكم شايفين مين احسن. انتوا قولوا مين احسن، بودابست ولا فيينا؟ But you like the classic, no? It's like everything is building, you know, it's very yeah. صوت الاجواء بتاعت الحصانه وهي ماشيه مع الجو النمساوي. يعني لو جيت فيينا لازم تجرب القعده دي، اقسم بالله قعده رايقه جدا. الناس عامله معانا الواجب على الاخر، انا مش عارف اعمل معاهم ايه بصراحه.
غرفه وقعده وحصنه ولسه في عشاء وناس مرحبه بينا على الاخر يعني. ما كنتش اتوقع ان الناس هتحبني قوي كده. واو يا جماعه الحصان غير. محمود منور الدنيا، منور. هلا باسكندريه، هلا بالشباب، هلا والله. خلي بالك انا عمال افخمك واقول لك يا مستر وانت مفيش، انت مفيش ما بتقوليش غير يا مستر شفيق. لا بس فيينا حلوه مع محمود باولو، زي ما كنت بتقول لي الشغل مع شفيق غير، فيينا مع محمود باولو غير. Usually the bigger horses are the English, I guess. The end of Azerbaijan, in such a farm, God knows where. When we reached there, the horses were too big. يا عم انت راجل كويتي وانت راجل اردني وانا راجل مصري، بتتكلموا انجليزي ليه؟ هو اصلا مركز في 100 ميتنج اونلاين فعادي. تبي احول عربي؟ حول عربي. يلا بينا. اقول لك في دول اتوقع مثل اذربيجان واوزبكستان يصير في عندهم الخيل محميات، يعني مو انه يكونوا مسكرين بالاسطبل، محميه 50 100 خيل يمشون في البر. في الموضوع الخيل عندنا في مصر بشوف اسطبلات كتير جدا اللي بياخدوا الخيل الطويل دوت عشان نط الحواجز. في عندنا في الخيل العربي والخيل البلدي العادي والخيل الاوروبي. الخيل الاوروبي دوت المفروض ان هو بيطلع اكتر من 120 سم للحاجز، لان انا عندي حبايبي كتير بيتمرنوا القفز ديت. فالخيول دي مشهوره جدا في مصر ان هي بتنط الحواجز، يعني انها بتنط الحاجز فوق المتر اللي هو اللي بيقع دوت. محمد الانجليزيه مظبوط. بس اجواء نمساويه عالميه بصراحه. ايوه التاون تحفه. الميه الجوفيه دي يا جماعه دي الترومبه، احلى ترومبه نمساويه. Here, I think the train is always working. You pay your taxes and the city is improving. مبسوط جدا يعني. اي حد هيكون قاعد مكاني دلوقتي هيكون مبسوط. يا جماعه انا دلوقتي وريتكم هاي برو. انا دلوقتي مش محتاج، خلاص انا كده لفيت ديننا كلها وانا معاك. ده التاون. واو اجواء عالميه. Guys, if you have any questions, just feel free to ask me. Of course. Which is the capital of Austria? The capital of Austria. Yeah, you know it. You know the question. You know the answer. Madrid. الراجل ده يا جدعان مدريدي يعني برشلونه ما مش حاططها في الاعتبار. يا جماعه اكتر حاجه بتعجبني في الاسبانيين والايطاليين ان هم روحهم فيها فن جامد جدا. يعني ما بتحسش خالص ان هو عنصري او ان هو مثلا قافش، لا ده هو بيحب يتكلم طول الوقت. الايطالي والاسباني جامدين بحبهم جدا. المباني هنا يا جماعه شكلها وهميه بجد. طابع بقى النمساوي على ابوه، مش يقول لك مثلا ده والله ده فيها الطابع النمساوي، لا ده انت في قلب النمسا، فانت عندك المباني كلها العماير كلها طابع نمساوي. جمال في كل شارع. الاجواء عالميه. على فكره انا كنت بحب اسبانيا، بعد ما اتعرفت على الراجل ده حبيت اسبانيا اكتر بصراحه. راجل عسل. احنا ماشيين بقالنا فتره يعني مثلا داخلين على نص ساعه. كل المباني حلوه وكل المباني ملفته وكل المباني فيها طابع مختلف تماما غير الطابع الاوروبي، فيها طابع نمساوي يعني مختلفه. بص البنايه او العماره شكلها مختلف تماما، غير هنغاريا غير اسبانيا غير ايطاليا، مختلفه. الطابع النمساوي فعلا مختلف، يعني تحس انها فعلا ليها حضاره مختلفه لوحدها يعني. جميله جدا بصراحه. is amazing. فريش سويلح. فريش سويلح. كل شيء في الكويت. عشان ما نسوي دعايه. طب وانت ايه اشهر اكله عندكم في الاردن؟ المنسف. وانت اشهر اكله عندكم في الكويت؟ المكبوس. وانت طبعا فروم سبانيش فيموس فود ان سبانيش البايا. واحنا عندنا يا جماعه المحشي والملوخيه طبعا دول اهم حاجه واشهر حاجه عندنا. عشان بصور.
واو بص الجمال، بص الجمال، بص المبنى التحفه. This is coming tomorrow. This is Spanish Castle. هيركليز. اديله يا معلم، اديله في هيركليز. المبنى تحفه، المبنى تحفه صراحه يا جماعه، اجواء عالميه. من اجمل المرات اللي انا جيت فيها فيينا في حياتي. فيينا يا جماعه تستاهل الزياره، واللي عايز يروح بودابست انا بقول له لا تعالى يا معلم فيينا، فكك من بودابست، خليها هب بالنسبه لك وتعالى فيينا. Like when I visit a new city. تحفه، اجواء عالميه جدا يا جماعه بجد. انا هقعد اقول اجواء عالميه لبكره والله العظيم. انتوا شايفين اجواء تحفه قوي، اماكن كتير قوي ما بتخلصش. فيينا شوارع كتير، حدائق، محلات، اسواق، عماير واماكن اثريه كتير جدا، كافيهات مفيش ما بتخلصش. معلش يا عمر حقك عليا بامانه، انا انبسطت قوي في فيينا. طبعا بودابست بالنسبه لي هي عمر خلي بالك، بس بجد رساله من فيينا، فيينا احلى من بودابست كتير يا جماعه بجد. فيينا احلى، الشوارع، الاجواء، كل حاجه كل حاجه. يا يو ايجيبت، ايجيبت بيراميدز. Say, I love you. I love you. وات شو يا عمر ما فيش الكلام ده في بودابست يا عمر، سامحني. فيينا اقوى بكتير من بودابست، انت متخيل؟ بص الناس، بص الاجواء يا معلم، اجواء عالميه يا جماعه. الكريسماس هنا في فيينا هيبقى حوار يا جماعه. انا اشجع اي حد يجي هنا في فيينا في الكريسماس، هيبقى وهمي. انا يا جماعه انا وعدتكم بليالي الانس في فيينا، لسه الليل ما جاش ولسه ليالي الانس ولسه الروقان. فيينا تحفه، قعده وهميه، الناس، الروقان، مدينه حيويه جدا. حسيت ان هي فيها ناس كتير قوي، فيها حياه، اماكن كتير جدا تقدر تقعد فيها، اماكن كتير جدا تقدر تخرج فيها، يعني كل حاجه حلوه بصراحه. استمتعت جدا. ناس كتير جدا هنا بتيجي بتفكر ان فيينا مثلا مدينه كلاسيكيه وهاديه بقى وورود وكده، لا. عارفين ان فيينا بس فيها موسيقى ومتاحف عمرها اكتر من 300 سنه. في كافيهات هنا عمرها اكتر من 300 سنه تقدم القهوه بنفس الطريقه. دي برضه اقول لك معلومه ما حدش بيقولها، المدينه هنا اتصنفت كاكتر مدينه وافضل مدينه للمعيشه في العالم، دي كفيينا او كالنمسا عموما يعني. انتوا تعرفوا برضه ان دي تعتبر العاصمه الاوروبيه الوحيده اللي بيعدي منها نهر، والنهر دوت لحد دلوقتي في ناس بتسبح فيه في الصيف. يعني النهر اللي هو نهر الدانوب هنا بيعدي لحد النهارده في ناس تسبح فيه. احنا وصلنا خلاص عند الفندق تاني ورجعنا. كانت جولة حلوة جدا، خدت حوالي 45 دقيقة بس، لفينا كل أجواء السيتي سنتر وانبسطنا جدا، وأكيد انتم انبسطتوا معايا. الأجواء عالمية وتجربة حلوة، وأنا أنصح بيها أي حد يجي هنا في فيينا يجرب تجربة الحصان، الحنطور، الكاريتا، أيا كان اسمها إيه، يجربها هيستمتع جدا. ومن أحلى الجولات اللي أنا خدتها في حياتي، ومن أحلى الجولات اللي أنا استمتعت بيها في فيينا وفي دولة أوروبية الجولة ديت. شفت مباني كتير، شفت كافيهات، أسواق، عرفت قد إيه إن النمسا تعتبر من أفضل العواصم اللي موجودة هنا في أوروبا، كمباني، كثقافة، كحضارة، كمباني معدية 300 سنة. لا بجد حاجة ممتعة جدا. ناس كتير جاية من جميع أنحاء العالم، ساكين لفتة وماشيين كجروب. لا حاجة روعة بصراحة يعني. اتصنفت أكتر من 10 مرات كأفضل مدينة للمعيشة في العالم.